ازيكم عاملين ايه؟ تخيل كده ان انت داخل انترفيو، قاعد قدام الشخص اللي بيعمل معاك المقابلة، وساعتها هو لسه ما سمعش منك غير جملة او جملتين، بس مع ذلك قدر يكون عنك انطباع اولي. طب تفتكر ده جه ازاي؟ الاجابة بكل بساطة انه عرف يقرا لغة الجسم. طب ايه هي لغة الجسد؟ طب وليه هي مهمة؟ وهل فعلا تعبر عن اللي جوانا اكتر من الكلام؟ وكمان ازاي نقدر نطور ونحل كل المشاكل دي؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله في فيديو النهاردة. بس لازم أول حاجة نعرف إيه هو مفهومها. لغة الجسد هي بتكون الرسائل اللي جسمك بيوصلها للناس من غير ما تتكلم، وبتتقسم لنوعين: إرادية وغير إرادية. الإرادية دي اللي بتتحكم فيها، زي مثلا طريقة جلوسك، حركة إيدك، ونبرة صوتك. أما الغير إرادية دي اللي بتبان من غير ما تقصد، زي مثلا تعبيرات الوش، حركة العين، طريقتك ووقفتك. كل دي بتبين مشاعرك وأحاسيسك. طب هل ليها أنواع أساسية؟ أكيد طبعا ليها أنواع أساسية، زي التواصل البصري، وزي تعبيرات الوش، ووضعية الجسم نفسها، والإشارات الحركية، واللمس. كل النقط دي بتوضح جزء من اللي جوانا. يعني مثلا لو شخص بيتكلم ومش قادر يبص في عينك، ده يبين إن هو متوتر وخايف. طب لو شخص تاني وشه مش متناسق مع كلامه كده، تبدأ تحس إن هو إنسان مش صريح. أو حتى لو قاعد بطريقة منغلقة وقافل على نفسه، ده تحس إن هو شخص انعزالي وما بيتكلمش مع حد. طب إيه الفرق اللي ما بينهم؟ الحاجات الإرادية دي بتديك فرصة تتحكم في صورتك قدام الناس، لكن الصورة اللي هي الغير إرادية بتكون فعلا بتعبر عنك وعن أحاسيسك. عشان كده فهم لغة الجسد بيخليك تعرف اللي حواليك بشكل أعمق، وكمان تقدر تتحكم في صورتك بشكل أحسن. أهميتها: أكتر من 60% من الرسائل اللي أنت بتقولها بتبين أكتر من البادي لانجوج، أكتر من الكلام اللي إحنا بنقوله ذات نفسه. بمعنى إن ممكن يكون كلامك مظبوط، ولكن طريقتك ووقفتك ونظراتك تدي إحساس معاكس كده. وده بيفرق في الشغل وفي المقابلات وحتى في الاجتماعات والعلاقات الشخصية. طب هل أقدر أعالج المشكلة دي؟ هل أقدر أطور من نفسي وكل الكلام ده؟ الإجابة هي تقدر. بس انتظروا بارت 2 من الفيديو، وإن شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم.